تعالوا اعرفكم ازاي النهاردة بنعمل حواوشي المحلات بتركية بسيطة بتنقل طعمه في حتة تانية خالص مع القرمشة مع الجبن، جبنة موتزاريلا مع جبنة رومي مع طبقة اللحمة. بجد رهيب رهيب رهيب، احلى بكتير جدا من بره. جربوه بالطريقة ديت هتعجبكم جدا ومش هتخليكم تشتروه من بره تاني. تعالوا بسرعة نعرف الطريقة. هنا جبت كيلو من اللحمة واربع بصلات كبار بالمية بتاعتهم معصرتهمش وملح وفلفل اسود. وهنا التركاية ان انا جبت ليا دول 200 جرام ليا على كيلو من اللحمة. دي اختياري، ممكن ان انت تستغني عنها، بس فعلا بتنقل الطعم الحواوشي في حتة تانية خالص، بيبقى غير اللي هو بيبقى بلحمة صافي. ديت بتنقل طعمه في حتة تانية خالص. هنا ضربت في الكبة اللية وحطيت عليها البصل وهنحط كل المكونات عليها، بس للأسف يعني الكبة اتحرقت فنقلت كل الحاجات ديت في بولة تانية وعملتها على ايدي. قعدت ادعك فيها تقريبا 10 دقايق لغاية ما هتدينا النتيجة. يعني مش ضروري كبة، بس احنا يعني بنبقى ضاربين كل حاجة لوحدها في الاول في الكبة، بس مش ضروري بعد كده ان احنا نعجنها مع بعض في الكبة. ممكن نعملها المرحلة ديت على ايدينا. وهنا بصوا يعني قعدت ادعك فيها كويس يعني لما الكبة اتحرقت. بجد طريقة حلوة جدا وهتحسوا بالفرق بطعمه عن بتاع بره خالص. يعني هيبقى احلى كمان والكمية اكبر وموفر عن بره بكتير. هنا بصوا قعدت ادعك فيها لغاية ما بقت عاملة ازاي. وهنا جبت العيش البلدي وفتحته من الجنب كده. بص هو مش كبير قوي، يعني انا مرضتش اجيب بتاع الفرن الكبير، انا جبت اللي هو الصغير عشان يبقى حجمه كويس ويبان فيه اللحمة. هنا بتاخدي قطعة لحمة متوسطة، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، عشان لو كبيرة قوي ممكن ما تستويش معاكي، فاحنا خليناها وسط. وبعد كده صدقني بتبقى عاملة زي الهمبرجر يعني، مش صغيرة خالص. وهنا حطيت لها جبنة موتزاريلا لوحدها وعملت واحد تاني عليه جبنة رومي لوحدها، وعملت لكم برضو ميكس بعد كده. كيلو اللحمة بيطلع لك عدد كبير وهيكفي معاكي. يعني انا هنا كنت حاطة القطعة يعني مش كبيرة قوي ومش صغيرة، انتوا هتشوفوا في الاخر بعد ما تستوي هتبقى قد ايه. عمل لي تقريبا 12 واحد، يعني يعني عملت شوية والباقي اتشال في الفريزر لغاية مرة تانية اطلعه يفك شوية ويرجع تاني على السوا كأنه لسه معمول طازة، يعني ما بيجرالوش اي حاجة في الفريزر. بجد حلو جدا ورهيب وهتحسوا بالفرق كتير عن بتاع بره، الاحلى كمان. ممكن تعمليه لتفريزات رمضان، تعمليه وتشيليه في الفريزر وبتطلعيه قبل الاكل تقريبا بساعة يفك بس، وبتحطيه في الصينية وفي الفرن على طول. بيبقى حلو جدا، يعني مش اول مرة اعمله. انا ما بشتروش من بره خالص لانه بصراحة انا بعمله احلى بكتير. هنا عملته برضو بميكس الجبن وهوريكم بعد كده طبقة اللحمة عاملة ازاي مع المطة بتاعة الجبنة. فظيعة بجد، حلوة جدا. بصوا هنا عمل لي كام واحد، عمل لي 12 واحد. يعني تعملي على قد عدد اسرتك والباقي كله يتشال في الفريزر عادي، ما بيجرالوش اي حاجة. بتطلعيه قبل الاستعمال بساعة تقريبا يفك بس. وهنا دوت كان واحد ما حطيتلوش جبنة عشان اوريكم السوا بتاعه يبقى ازاي. هنا جبت صينية وكنت مولعة الفرن على اعلى درجة حرارة على 220 تقريبا، وبندهنها سمنة من تحت، بس ديت اختيارية. يعني انا لما بعد كده حطيته هي اللي هي سالت، فانتوا ممكن تستغنوا عن المرحلة ديت ان انتوا لو هتحطوا له ليا ما تدهنوهاش سمنة من فوق او من تحت. هي هتنزل السمنة بتاعتها، وعلى اعلى درجة حرارة على السيراميكا بتاعت الفرن من تحت خالص. ما بياخدش 10 دقايق، يعني ما تسيبوهوش يا دوبك يعني ريحته تطلع كده. بصي عليه لو ظهره احمر اقلبي الناحية التانية بيكون استوى، ما بياخدش سوا خالص. وهنا عملت لكم واحد على البوتاجاز من فوق في الطاسة اوريكم هو بيبقى عامل ازاي. بس بصراحة ما طلعش احسن حاجة، يعني طلع مدهن خالص
غير بتاع الفرن. بتاع الفرن احلى وبينجز معاكي، ما بياخدش وقت كتير. التاني دوت بياخد وقت كتير وبيطلع مدهن شوية. هوريكم برضو السوا كان عامل ازاي. هنا بصوا احنا بنحبه محمر زيادة ومقرمش كده، عشان كده هو محمر زيادة، احنا بنحبه كده. بصوا هنا مطة الجبنة عاملة ازاي، وبصوا طبقة اللحمة قد ايه. صدقوني محلات قليلة جدا اللي بتطلعوا كده. ودوت حاجة نظيفة في البيت وحاجة مضمونة، بتأكلي ولادك حاجة مضمونة انت عاملاها بايدك. وبرضو يعتبر اكل محلات، انت بتعملوا لهم الاكل المحلات في البيت. بصوا دوت اللي من غير جبنة. بصوا دوت اللي هو السادة. بصوا طبقة اللحمة قد ايه. قليل جدا من المحلات اللي بتعملك طبقة اللحمة سادة كده. بصوا عاملة زي قطعة الهمبرجر. وهنا دوت لما استوى من تحت انا قلبته الناحية التانية. بصوا القرمشة بتاعته عاملة ازاي. ممكن لو هتعملي واحد او اتنين ومش عايزة تعمليه في الفرن، ممكن تعملي على الطاسة فوق. بس لو هتعملي كمية خليها في صينية كبيرة ومش هياخد معاكي وقت. دوت اللي هو كان بتاع الطاسة فوق اتعمل، بس يعني بياخد وقت شوية عن بتاع الفرن. بتاع الفرن بيخلص على طول. الأكلة دي بتتاكل مع طحينة وبتتاكل مع مخلل. هي مش بتحتاج حاجة تانية جنبها. حلوة جدا وأكلة سريعة برضو، هي ما خدتش وقت كتير. بعملك وصفات حلوة وسريعة عشان ما تخليش الولاد يشتروا حاجة من الشارع خالص، وتعملي لهم كل أكل الشارع في البيت بنظافة وبإيديك الحلوة. هتكون أحسن كتير من اللي بره. وهنا شوفوا بقى القرمشة وشوفوا مطة الجبنة مع اللحمة عاملة ازاي. بجد رهيب رهيب، مش هتجيبوه من بره تاني صدقوني لو عملتوه بالطريقة ديت. وحكاية اللي هي ديت برضو اختيارية، في ناس مش بتحبها ومش بتحب الحاجات ديت، انت ممكن تستغني عنها خالص، تعملي كل المراحل التانية عادي.